السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير وصحة وسعادة. كان أستاذنا محمود سعيد في فيديو سابق اتكلم عن تجربته الأخيرة في رحلة مصر، واتكلم طبعا عن قد ايه هو تقزز من منظر التفافة والنفافة لما كان بيمشي في مصر. وطبعا أنا أقره وله حق إنه يزعل من حاجة زي كده ويتقزز منها. ده تصرف فعلا عالم حيوانات، تصرف عالم قذرين، تصرف عالم ما تربطش. أنا متفق في دي معاك تماما يا أستاذ محمود. ولكن أنا كواحد عايش في أمريكا بشوف التفافة والنفافة على الرصيف كل يوم. بشوف برضو زبالة مرمية على الأرض، بشوف براز كلاب ما تنظفش، ناس ما بتنظفش مطرح براز الكلاب بتاعها. فانت ليه بتصور للبسطاء في مصر كما لو كنت انت جاي لهم من الجنة او من المدينة الفاضلة؟ زي ما قلت، تصرف حقير وقذر وانا لا اقره. بس انا مشكلتي ان انت بتتكلم كما لو كان الكلام المشكلة دي مش موجودة في امريكا، وانها موجودة في مصر مش في امريكا. وهي موجودة في امريكا وشائعة. دي حاجة. النقطة التانية ان انت قلت ان دخل الفرد في امريكا 50 ضعف الفرد في مصر، وهذه خرافة من العيار الثقيل. احنا لو قلنا ان الحد الادنى للاجور في مصر مثلا $150، ففي الحالة دي انا بتكلم عن ان ممكن الحد الادنى للاجور في امريكا حسب طبعا المدينة وحسب الولاية ممكن يوصل فعلا ل6 أو ل10 أضعاف هذا الرقم، مش 50 ضعف. أنا مش عارف أنت جبت الرقم ده منين. لو قلنا بقى متوسط، وإن كنت أنا لا أؤمن بمتوسط، في أمريكا حاجة 50,000 بعد الضرايب والخصومات، نقول 35,000، في مقابل المتوسط في مصر ممكن 8,000 أو 10,000. نقول بعد الخصومات والضرائب 8,000 مقابل 35. يعني أنت بتتكلم عن إن في أمريكا 4 أضعاف المتوسط بتاع مصر. فأنا مش عارف أنت ليه بتهول في مرتبات أمريكا وبتضرب يعني أرقام غريبة لا أساس لها من الصحة. من فضلك اتقي الله في البسطاء. أشكركم على المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.